السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحلقة السابقة من الأوميكرون ورعب الفيروسات، النهاردة حلقة خفيفة عن زيت حشيشة الليمون العطري. عطر وزيت يأخذك إلى عالم آخر، فوائده مش هتتخيلوها. متأكد بعد هذه الحلقة كل عائلة فكر تاني هتمشي زي كده بهذه الرائحة في إيديها. إيه هو وما هي استخداماته؟ حلقة من المختصر المفيد. نتقابل بعد الفاصل، السؤال في الآخر. يلا بينا. اهلا بيكم. انا عن نفسي بحب رائحه الليمون، فانا مدمن ليمون. ولكن ايه الزيت العطر ده وماسكه ليه؟ اول حاجه لما تشم عشبه، اسمه الليمون جراس بالانجليزي، اول ما تشمه بيرفع السيروتونين في جسمك، فتحس بشعور استرخاء وتحس بشعور سعاده مش عارف جاي منين. انا سعيد يا اولاد. لما يكون عندك توتر او قلق، لو شميت حبه صغيره او حطيته في الفواحه في الأوضة بتاعتك، مودك بيتغير تماما. دي أول حاجة. تاني حاجة، لو حطيت نقطتين على معلقتين كبار زيت جوز الهند وحطيته على الجلد، أول حاجة بيطهر الجلد من الميكروبات. تاني حاجة بيدي الجلد ريحة حلوة، عشان كده ينفع حتى مزيل للعرق حلو قوي، أو تحط نقطتين على الهدوم. تالت حاجة بيفتح المسام بتاعة الجسم ويخلي الجسم يتنفس أفضل. دي الحاجة التانية. تالت حاجة، رائحة الفم ورائحة العرق من أقوى الحاجات اللي بتزيلها تماما. بس خلي بالكم، الزيوت العطرية ما تتحطش في الفم. يعني هات زيت نافع للاستعمال الداخلي اسمه internal use، ده تتمضمض بيه. انما لو على جسمك تحط زيت جوز هند، عشان ده بيبقى مركز قوي، ما ينفعش تحطه على جلدك. اي زيت essential oil لازم يتخفف بزيت جوز هند، تحط نقطه او نقطتين بالكتير قبل ما يتحط على الجلد، لان ده اصلا للفواحات، او انا بستخدمه بشمه على طول او بحطه على هدومي، بيعمل رائحه جميله. مزيل لرائحه العرق حلو قوي. لو انت جبت زيت عشبه الليمون للمضمضه، بيغير طعم بقك ويغير ريحتها. لو عندكش طبعا كانديدا او عندك حاجه داخليه، لو عندك حاجه مشكله خفيفه بالفم. الحاجه اللي بعد كده، زيت عشبه الليمون لما يكون صالح للبلع، مضاد التهاب فظيع. بدم زيت مضاد للالتهاب، يبقى بيحسن التهاب. ايه تالت مره تتقال النهارده في الزيوت؟ ايه؟ زيت دهني يمنع الالتهابات، فيمنع التهاب اكتبوا لي تحت المفاصل. الله ينور عليكم. مضاد لالتهاب المفاصل رائع جدا. لما تحط نقطتين 3 من اللي بيتبلع على كوبايه ميه وتشربه، مضاد للالتهابات وخصوصا التهاب المفاصل. في حاجه جميله قوي برضو، ده لما تحطه في الفواحه او تحطه على هدومك او تخففه بزيت جوز هند او زيت اركان وتحطه على شعرك، بيطرد الحشرات من البيت. بيكرهوا ريحه الليمون، بيموت حشرات الشعر والأمل من الشعر، عشان هو طرد الأمل والبعوض والحشرات من البيت. شغل فواحة حشيشة الليمون ليمون جراس على طول، النمل هيهرب، الصراصير هتهرب، الناموس هيهرب. لو حطيته على شعرك زي ما قلنا الأمل مش هيهرب. مش قلت والله العظيم ما أنا قاعد في دماغك النهارده؟ لا، هو بيقضي عليه. استخدام آخر، لو أنت جبت بخاخة وحطيت عليها كحول وحطيت 5 أو 6 نقط عشبة الليمون وتحطه على الأسطحة، بيحسن رائحة كل الأسطحة ويزود تأثير الكحول في موت البكتيريا والفيروسات. فأنت الكحول طهر وهو زاد تأثير التطهير، وفي نفس الوقت عملت ريحة حلوة أكتر طبعا من البخاخات اللي بتجيب سرطانات وبتدخل في الرئة وتجيب حساسيات. فاتنين في واحد، طهرت واديت ريحه حلوه للاسطح وللملايات وللسرير وللمكتب وكل الاثاث اللي عندك. حاجه بعد كده، انا في حلقه الاكتئاب هحط لكم الرابط، قلت في وصفه سحريه انك تجيب ملح ابسوم سولت في الحمام، تحط في البانيو 3 كوبايات، تحط 30 نقطه لافندر و15 نقطه باتشولي و15 كاموميل، بيعمل ريلاكس تماما. ده احد الحاجات اللي ممكن تحطها في البانيو بتاعك وانت بتاخد دش. 10 نقط او 15 نقطه من الليمون جراس او عشبه حشيشه الليمون في البانيو، ريحتك تبقى احلى، يهديك، السيروتونين يطلع، تشعر بالسعاده، يحسن القلق، يبعد الخوف، ويخليك عايش كده في حاله من النشوه والسعاده بعشبه الليمون. حلقه خفيفه قوي، استخدموه جربوه. يعني انا قليلا ما اشعر بالقلق، ولكن الريحه رائعه. دوروا عليه، ده في كل حته. يعني قول عاوز اسينشال اويل ليمون جراس، هتلاقيه في كل البلدان. دي موجوده بس في مصر. ادي حلقه خفيفه تثير النشوه وتبعد القلق والخوف.